بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبابي عندي في قناتي لا كويزين دو لولا حينو. وصفتنا لنهار اليوم هي المقروض القسنطيني بطريقة سهلة، وراح نعطيكم كامل الأسرار باه ينجح لكم من أول تجربة. يعني أنا هنايا كنت درت الوصفة في العيد، يعني عيد الفطر المبارك، وما سنحتليش ابدا الفرصه اني نمونطي معكم الفيديو، وكنت بربي اليوم اني نمونطيه ونحطوه في اليوتيوب يعني بالفيديو والصوت. انا كنت حطيته من قبل في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتيك توك، بصح كان فيديو فقط. انا هنايا حبيت نديره لكم بالصوت تاعي باه تديو فكره ونشرح لكم بالتفصيل. هنايا سبقت بالسمن والزبده، انا مانيش قاعده ندير في الاشهار لهاد النوعيه من السمن والزبده، وانما يعني الناس اللي سقساوني قالوا لي باه تخدمي، حبيت نعطيكم فقط هادو، يعني الماركات والا المنتجات هادو هما اللي نخدم بهم انا في ثيابي. بالنسبه يعني للمقروض عفوا. اذا حطيت هذاك السمن والزبده على نار جد هادئه، سبقت بهم باه يبرد لي، ما نحطوش هكاك سخون باه ما يكعبرليش، كي نحطوه في نص الدقيق. هنايا حطيت الدقيق يكون متوسط، جبت هاد البورتمونجي ساعدتني في الكيله تاعها. شوفوا هنايا ما عمرتهاش ما قببتهاش، وانما تبعت هذاك الخط فقط. درت 3 كيلات وحطيت عليهم السمن. بالنسبه للدقيق تاعي هنايا متوسط، وبالنسبه للناس اللي سقساوني على نوعيه السميد، انايا درت سميد اعمر بن عمر. اذا بعد ما برد لنا شويه هذاك السمن تاعنا، راح نفرغو انايا فوق هذاك الزيت وراح نحكو مليح. عفوا هنا فقط المقطع راح لي تاع كيما قاعده نحك في هذاك السمن. هنا السر تاع المقروض باه يجيكم مليح، لازم تحكوه مليح 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 ما بين اليدين حتى يولينا كي لاموس، يعني يولي كريمي. دوك تشوفوا القوام تاعو، شوفوا هنايا كي قاعده ندير فيه يبان لكم بلي هو مبلول، لكن هو لا، ما ضفت له ولا كان قطره تاع الماء، غير السمن. شوفوا انا هنا حندير هذه الطريقه، راح نكعبر شويه من الدقيق ونحاول نشكلو على شكل كره. كي نطلقها هذيك الكره على كانت تحلت معناها الدقيق تاعنا مش مبسس مليح، ولا ما تحلتش معناها راهو مليح. كيما راكم تشوفوا معايا راني قاعده نشير لكم بلي راهو مليح. انا هنا راح نلم هذاك الدقيق تاعي مع يعني جانب القصعة ونخليه يرتاح. انا خليته ليلة كاملة باه نكون صادقة معكم. الغدوة من داك جبته حليته من بعضه وراح نملحه. بالنسبة للمقروض والا البراج نملحوه عادي جدا كيما نملحو الكسرة تاعنا عفوا. راح نحط يعني المقادير تاع الملح، وراح نضيف عليهم هنايا الكيله تاعنا اللي هي مزيج ما بين نص كيله تاع الماء ونص كيله من ماء الزهر. راح نفرغ هذاك الكيله تاعنا تاع الماء والماء زهر على الملح، نحل هذاك الملح مليح في الماء باه ينحينا هذوك الكعابر والا اي تكتلات تاع الملح، ونبدا ندخل في هذاك الماء. هنايا فقط ما لازمكمش تسقيو ضربه واحده، لازمنا يعني نحطوا هذاك الماء على دفعات ونشوفوا الدقيق تاعنا وقتها يحبس يعني الكميه تاعو تاع الماء. شوفوا انا هنايا معايا زدت ضفت له يعني نلمو فقط، ما لازمش نعجنو. هنا ممنوع انك تعجني المقروض تاعك، كون تعجنيه هنايا مش راح ينجح لك. شوفوا انا قاعده نلم فقط وندخل في هذاك الماء برؤوس الاصابع. هنايا حنديه ونجيبو ونرجعو على يعني جانب القصعه، ومن بعد نعد لكم واش بقالي من الكيله تاع الماء. راح نخليه يرتاح لمده 15 دقيقه. راح ندير معكم طريقتي كيفاه ندير انايا الغرس. انا بالنسبه للغرس هنايا انا كنت درته من قبل، وانما يعني حطيته لكم فقط في هذا المرحله. بصح انايا درتو كيما درت الغرس بعد وبيتو باه يجيني مليح، هو كل ما يبات في الدواوه تاعو يجيكم بنين. راح نبدا له بالماء. هذه الكميه الكبيره تاع الغرس انا ما درتهاش كامل، وانما داويتها باه نحتاجها ندير بها المقروض وحاجه خلاف. اذا درت هنايا الماء، راح نطريه بالماء فقط. انايا هنايا كنت شويه مشكله اني ما نقدرش نعجن في هذه القصعه، لاني مالفه نحطه فوق الرخامه ونخدمه يعني باريحيه تامه، ولا يعني نبلوكي هذيك القصعه تاعي في الحيط باه ما تتحرك ليش، مع انه حاطه صرفيطه تحتها. بصح صورت لكم فقط يعني هنا باه نوضح لكم الكيفيه فقط. هنايا بعد ما طريته بهذاك الماء راح نجيب عليه شويه جلجلانيه، انا كنت حمصتها ورحيتها، ماشي كميه كبيره، 2 مغارف كبار فقط. راح نضيف عليهم شويه تاع القرنفل. شوفوا معايا هنا القرنفل ما ضفتش بزاف، ما تكثروش القرنفل والقرفه باه ما يجيكمش هذاك الغرس حار كي تعودوا تاكلوا المقروض، يبقى هذاك الحرور تاع القرنفل والقرفه حاصل يعني في فمكم. هنايا نحبوا غير نبننوا فقط هذاك الغرس تاعنا. راح نضيف عليهم ملعقه كبيره تاع السمن بحراره المطبخ. هذاك السمن يخلي لنا الغرس تاعنا
دائما طري. وراح نخلط هذوك المكونات بكل مع بعضهم، نحاول نعجنهم وندخلهم مليح في الغرس تاعنا. شوفوا الطريقه كيفاه راح تكون. بعد ما ندخلوهم راح نضيفوا عليهم شويه جلجلانيه، هنايا تكون محمصه وتكون حب، ماشي المره الاولى حطيتها انايا مرحيه، بصح هذه المره ضفت عليها شويه جلجلانيه مش مرحيه. حنا حين ندخلوا ايضا هذيك الجلجلانيه مليح في الغرس تاعنا، راح نضيفوا عليهم الماء زهر. الماء زهر ايضا نكرر ونعيد، انا مش قاعده ندير يعني في الاشهار لهذه المنتجات، بصح انا نستعمل زهر تاع القصبه مليح، فيه ريحه مليحه ويجي هايل المذاق تاعو. حطيت كميه من الماء زهر، وهنايا ضفت عليهم كلمسه اخيره شويه فقط من الزيت. هنايا الزيت الدور تاعو انه يخلينا هذاك الغرس تاعنا طري، ويزيد يسهل علينا ان نلموه ونشكلوه. هنايا راح نغطيه ونبيته، نخليه لمده ليله كامله كيما خليت الدقيق في البسوس تاعو. وغدا غدوه من داك يعني عفوا راح نشكل هذوك الحرابش تاعي تاع الغرس. شوفوا الطريقه كيف راح تكون. نشكلوهم ونحطوهم يعني على جنب باه يسهل علينا العمليه تاع المقروض. يعني كي نوجدوا كلش من قبل راح يجينا المقروض تاعنا ساهل، وماناش رايحين نلاقيو صعوبه في الطياب تاعو. اذا هنايا بالنسبه للدقيق شوفوا معايا فقط، انا حبيت بعد ما ارتاح 15 دقيقه حبيت ندير له اختبار بسيط نشوفوا لا كان يعني مازال يحتاج الماء والا لا. انا الدقيق تاعي هنايا اكتفى يعني بالماء اللي حطيته له. راح نعطيلكم الماء قد ما بقى لي من هذيك الكيله اللي درتها. بالنسبه للسمن فقط انا حبيت نقول لكم ما فيضتش الكيله، لانه انا تبعت الخط تاع الباطا تاع البورطمونجي، يعني درت فوق هذاك الخط كما نقولوا حنايا هذيك هي الفيضه تاعو. انا فقط انا حنجيب الطابع تاع المقروض، نتوما عندكم الاختيار في اي شكل تحبوه. راح نجيب الحربوش تاعي تاع العجينه والا العجينه تاعي. شوفوا كيف حنشكلها هنا على شكل اريكه ولا فوتاي، وراح ندير يعني القسم العلوي كما القسم السفلي. حنحط عليهم هذاك الحربوش تاع الغرس في النص. شوفوا معايا الطريقه كيفاه، ونحاول نقفل برؤوس الاصابع فقط. شوفوا هنايا كيف قاعده ندير، ونلم مليح هذيك العجينه نقفلها من الجوانب بكل. وهنايا نبدا نشكل في الحربوش تاعي كما قاعدين تشوفوا. الحربوش تاعي قاعد يطلق شويه في هذاك الدقيق. نستعين دائما بورق المطبخ ولا البابي سويتو ونديرو به. دوك نعطيلكم الطريقه. انا هنا درت معكم حربوش وراح نزيد ندير معكم الحربوش الثاني كما سبقت وقلت لكم على السمن باه ما ننساش، باه الناس ما يقولوليش ما فيضتيش الكيله. نتوما كي ديروا كيله قد ما تكونش عندكم يعني هذه البورطمونجي كيما تاعي ولا رايحين تفيضوا الكيله. انا حطيت السمن وحطيت معه الزبده وضفت عليهم فيضت الكيله بشويه زيت. هنايا دردرت شويه والا رشيت شويه فرينه باه تعاوني اني نقص هذاك الحربوش. شوفوا انايا هنا اللحده تاعي ولا الحربوش جات كبيره ودرتها يعني عمدا كبيره، وراح نقص كل حربوش على 2 باه يسهل عليا العمل، ما تجينيش يعني خشينه بزاف. شوفوا فقط هنايا الطريقه كيف راح ندير هذاك الحربوش. نبقى نحل فيه ونخدم يعني على كلا الطرفين، يعني نبقى نعدل باه يجيني مستوي تماما، ما نضغطش عليه بزاف وما نخليش الهواء هذاك يدخل فيه باه ما يتنفخناش الحبه هذيك تاع المقروض كي طيب. فقط انايا هنايا عفوا يعني راح لي المقطع لانه كنت مونطيت من قبل هذا الفيديو، وكي جيت راح نزيد نمونطيه في اليوتيوب كاينين مقاطع فقط تقطعوا لي يعني سمحوا لي. هنايا درت معكم لحظه اخيره. شوفوا فقط كيف حتكون بعد ما درت هذاك الحربوش. واش راح ندير نحلو مليح وراح نجيب الطابع تاعنا ونضغط. شوفوا كي نضغط تطلع علينا العجينه من كلا الجانبين، يتم نحبسو ما نبقاوش نضغطو حتى يعني يبان لنا الغرس، لا، ونعدل بهذاك الطابع الجوانب تاع الحبه تاعنا باه تجينا حبه مستويه. ونجيبو هنايا قطعه تحبوها مشرشفه ولا تحبوها قد يعني لكم الاختيار. انا خيرت هذا الشكل. وراح نجيبو الطابع تاعنا مرة أخرى ونزيدو نسويو به يعني الأطراف تاع الحبة تاع المقروض تاعنا. نجيبو الموس تاعنا يكون حاد ونعقبو على هذاك المقروض تاعنا من التحت. هنايا هذه الطريقة باه تخلينا الحبة تاع المقروض تتهز، لأنه كما تعرفوا كما ضغطنا عليه بالطابع راح يلصق في الطابلة وإلا في المائدة، يعني لازمنا نعقبو عليه الموس من الأسفل. هنايا فقط أنايا قاعدة نحط في الحبات تاعي ولا نسني فيهم في هذاك البلاطو. شوفوا الطريقة كيفاه
ما تحاولوش تضغطوا عليهم والا تفسدوا لهم شكلهم، حطوها فقط وخليوها تاخذ مكانها وحدها. انا هنايا راح نستعين بان كوبات وراح نعدل بها هذيك الحبه على الجانب، يعني هذه مجرد فكره تاعي انا. تحبوا ديروها تحبوا تستغناو عليها. شوفوا هنايا باه تعطيكم الشكل المستقيم تاع هذاك السطر تاع المقروض تاعنا. اذا هنايا شوفوا المقروض تاعي بعد ما شكلته حطيته في البلاطو، خليته هو الاخر نص ساعه والا ساعه يرتاح، باه طيبته حطيته على فرن جد عالي من الاسفل، شعلته خليته كي بداو الحواف تاعو يحمروا، شعلت عليه من الفوق وحمرته، جا اللون تاعو مشماش، يعني كما نقولوا اللون مشماشي. انا هنايا فقط ذكرت يعني جارتنا ربي يرحمها ويرحم جميع الموتى، هي اللي كي كنت نروح معها وانا صغيره باه طيب المقروض تقول له طيب لي المقروض تاعي مشماش، يعني سبحان الله. يعني شوفوا اللون تاع المقروض كيعود باللون تاع المشماش يجي هايل، ما يجيش بيض معجن، يجي مش مليح. شوفوا هنا المقروض تاعنا كيفاه معسل وجا مبسل، صدقوني جا بسم الله ما شاء الله. مش قاعده نشكر في نفسي وانما هذه حقيقة ترى بالعين. حبيت نعته لكم وهو مشحر، ودرت معكم صحن اخر مش مشحر. انا المقروض نخليه ما نمسحوش من هذاك التفتاف تاعو الا الحبيبات هذوك الصغيره، يعني كي نجي راح نشحرو نمسحو ونحطو في هذاك العسل اللي كنت حطيته، خففته بشويه فقط من الماء زهر، ونحطو نشحرو في هذاك العسل السخون، نقطرو ونقدمو. هنايا معكم الصحن كما قلت لكم الثاني اللي ما شحرتوش. شوفوا صدقوني جا هايل، جربوه بربي ان شاء الله راح تعجبكم الوصفه وما تندموش عليها، ويجيكم المقروض سهل وينجح لكم من اول تجربه. ويعني في الفيديو راح نقص معكم حبه باه تشوفوها. مانيش حنقصها بالموس وانما كما تعودتوا عليا باصبع اليد باه تشوفوا القوام تاعها وتعرفوا يعني الكلام، القيمه تاع الكلام اللي قاعده نقول لكم فيه. انا فقط حبيت نذكركم في الاخير اللي مازال مشتركش معايا في قناتي كالعاده يهبط يفعل زر الجرس ويضغط على زر اعجبني هكا باه تكبر قناتنا بكم ومعاكم، ويبارطاجي الفيديو مع احبابه فضلا وليس امرا. وشكرا. اذا هنا وصلت معكم لنهايه وصفه اليوم، نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.